تخيل لاعب كورة مش بيسجل بس أهداف، ده وقف حرب أهلية بكلمة، ده بكى شعب ورفع بلاد وخلى الأمم المتحدة تحترمه مش بس كلاعب، كانت تحترمه كرمز للسلام. ده مش دروجبا بس الهداف، ده دروجبا البطل. النهارده هنحكي عن أسطورة مش بس كروية، دي قصة إنسانية من الآخر. دروجبا اتولد 1978 في كوت ديفوار وسط الفجر والشجع. الواد عايش غلب ما يعلم به إلا ربنا، بس من صغره الكورة كانت بتجري في دمه، لأن الحياة في كوت ديفوار كانت صعبة. وهو عنده 5 سنين اتبعت يعيش مع خاله في فرنسا. خاله كان لاعب كورة، وهنا بدأت أول شرارة. بس الغربة مش سهلة، طفل صغير بعيد عن أهله والحنين كان مالي قلبه. كبر دروجبا وكان بيروح التمرين كل يوم، وبيشتغل كمان عشان يساعد نفسه. وأول نادي لعب فيه كان اسمه لومان في دوري الدرجة التانية، وكان بيروح الشغل الصبح والتمرين بالليل، يعني شجع في شجع. بس صبره جاب نتيجة، وانتقل لنادي اسمه غان غون، وهناك بدأ يلمع. وبعدها راح مارسيليا في سنة 2003، وفي موسم واحد فرنسا كلها عرفت اسم دروب. سنة 2004 جوزيه مورينيو سمع عن الوحش الأفواري وطلبه بنفسه. تشيلسي دفع فيه 24 مليون باوند، وده كان مبلغ كبير ساعتها. وصل لندن والصحافة قالت ده أفريقي وغالي ومش هيكمل، لكن دروجبا كان بيقول لنفسه أنا هنا عشان أكتب التاريخ. دروجبا ما كانش مهاجم عادي، ده كان بيشيل الفريق كله على كتفه، بيحارب لوحده قدام 4 مدافعين، بيسجل وبيصنع وبيشجع زمايله دايما على الفوز. وعلى فكرة الراجل ده كان بيحب المواعيد الكبيرة، لما الماتش يبقى نهائي أو ديربي تلاقي دايما دروجبا في الفورم. وفي أول موسم ليه في 2004 2005 شال تشيلسي مع مورينيو وفاز بالدوري بعد غياب سنين، وهو كان أكتر من سجل في النهايات، ولعب 10 نهائيات مع تشيلسي سجل فيهم 10 أهداف. يعني الراجل يدخل النهائي من هنا هو حاطط جول في جيبه. في موسم 2009 2010 سجل 29 هدف في الدوري، وخد دوري وكاس مع أنشيلوتي، وسجل هاتريك في أول ماتش ليه في الدوري، وجاب دون الفوز في نهائي الكاس. وكان مزعج لأي مدافع، قوي وعنيد ودماغه شغالة، وبيعرف يتصرف بالكورة ومن غير الكورة، بدماغه شغال، بيمينه شغال، بشماله شغال، وكل ده بروح قتالية تحسس أي مدرب إن عنده أسد في الهجوم. تعال أقول لك على واحدة من أكتر المباريات اللي خلت جمهور تشيلسي تغلي من الغيظ. نص نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008 2009، تشيلسي ضد برشلونة. والماتش ده الناس لحد دلوقتي بتسميه بفضيحة القرن، وحقهم والله. الذهاب في لندن بعنوان الجفل على مفاتيح برشلونة. الماتش الأول في لندن تشيلسي لعب بخطة دفاعية محكمة، خنق برشلونة بمعنى الكلمة، والماتش خلص 0-0. وكان باين إن البلوز رايحين كامب نو وهم مطمئنين، لأن أي فوز أو حتى تعادل بأهداف هم الكسبانين. نخش بقى على الإياب في الكامب نو. بدأ الماتش وتشيلسي سجل هدف عالمي من مايكل إسيان بتسديدة صاروخية على الطاير. الجمهور اتجنن، وكل دقيقة بتعدي كانت بتقرب تشيلسي من النهائي. بس هنا الكورة لبست قناع الغدر، تحكيم فاجر. دروجبا اترمى جوه منطقة الجزاء مرة واتنين وتلاتة، ولمسة يد صريحة وتدخل عنيف، وكل مرة الحكم النرويجي بيقول مفيش حاجة. لامبر اتعركر مفيش حاجة. بالك شاط كورة وخبطت في ايد بيكيه مفيش حاجة. دروجبا تاني يوجع مفيش حاجة. جمهور تشيلسي كان هيولع في المدرجات، وخرج عن شعوره. وتيجي في الدقيقة 93 بعنوان غدارة يا كورة غدارة. الكرة قاتلة غدارة 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 غدارة. انتو كنترول مش ممكن. اهداها لميسي. ميسي الضربة الأخيرة. جول جول. الله 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 الله. انيستا غدارة 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 غدارة. ابكي يا مالودا، ابكي يا تشيك. الله على غدر الكرة، الله على غدر الزمان. سنة 2012 تشيلسي دخل دوري أبطال أوروبا وهو مش مرشح خالص. الدنيا كانت متلخبطة، والمدرب اترفض، والسكواد كبير في السن، بس كان في رجالة لسه عندهم كرامة. وكان في ديدييه دروجبا متحفز إنه يختم مشواره بدوري أبطال أوروبا. وفي دور ال16 تشيلسي جاب نابولي. ماتش الذهاب تشيلسي خسران 3-1، وكل الناس قالت خلاص شكرا تشيلسي. بس ماتش العودة في لندن دروجبا يسجل، وجون تيري يسجل، ولامبرد يسجل، والماتش يروح لأشواط إضافية، وإيفانوفيتش يسجل الرابع، وتشيلسي يقلبها ملحمة.
خطيرة باتشو كافاني إديلسون يتواجد. نابولي أفضل، نابولي أخطر، ليست سهلة يا ماتيو. طب الكرة لذلك مهم هدف الشوط الأول والرأسية وجول مشدد الهدف. الفيل يا الفيل، الله يا دروجبا، الله يا فخر افريقيا، الله يا مفخرة الكوت ديفوار، الله يا التشلساوي. ستوريج يدخل، ستوريج يخلص فرصة مش معقول، مش ممكن على دروجبا يضيع. تعامل مع الماتش بشكل اميز، والكرة الهدف الثاني انتهت، الثاني تخرج من قلب المرمى، تخرج كرة من كرش الحوت. فرصة كبيرة الهدف الثاني. تمريرة تشيلسي بدون مجازفة، يلعب البلوز، كرة خطيرة والهدف الثاني. الهدف الثاني يلعب كرة ثابتة جوتيري. محلى الرجوع إليه، محلى العودة إليه. خلينا ترجع بالراس، ترجع من جوتيري، خطيرة والتسديد والهدف. سيسجل نابولي، سجل التاريخ يا إيلير، سجل الجول يا إيلير، اضرب في البيوت يا إيلير. كرة برانيسلاف ايفانوفيتش ودروجبا يا ولد، مش ممكن على البراد. جيبوا له جوردن باكس يبوسه، جيبوا له جوردن باكس يصفق له باش يصبح الميستر. والراسية والعملاق مورجان، وضرب جزاء، ضرب جزاء، ضرب جزاء للبلوز. هاو جاي يرجع لامبار، يمشي لامبار، حتى لامبار ليه جول دي لامبار البلوز. متوازنة ونابولي عنده الشانس، كرة خطيرة، توزع كرة يا ولد، هذا يكون هدف القرن، هدف القرن في المشوار اللي فات. ترجع الكرة راميريز دروجبا الرابع حتى برانيسلاف. ربع النهائي ضد بنفيكا ماتش كان نفس النوعية، بس دروبا ما كانش مسجل، بس الفريق قدر يكسب. وفي نص النهائي ضد برشلونة، وهنا كانت القمة. برشلونة بتاعت بيب بقيادة ميسي وتشافي ونيستا، والدنيا كلها مستنية مذبحة كروية. بس الذهاب كان في لندن، دروبا يسجل هدف في الفوز ويحتفل وهو واقع على الأرض. والعودة في الكامب نو، تشيلسي لعب ب10 لاعبين بعد طرد جون تيري. برشلونة سجلوا جنين، ولكن تشيلسي قدر يرجع بجون رمسيس وتوريس في الدقيقة 90، وكأن الفيلم اتقلب مجد تاني لتشيلسي. وقدر تشيلسي يوصل للنهائي ضد بايرن ميونخ، والنهائي اللي كان موجود في أرض الألمان في ملعب بايرن ميونخ نفسه. والناس كلها قالت تشيلسي ميت، بايرن ميونخ أكيد هيخلصها. طول الماتش البايرن ضاغط وتشيلسي بيدافع لحد الدقيقة 83 بايرن بيسجل، والناس خلاص فقدت الأمل إلا دروبا. وفي الدقيقة 88 ركنية لتشيلسي، ودروبا يطلع في الهوا زي الصقر ويضربها براسه وجون عالمي، والمدرجات كلها تتفجر، والماتش يروح لأشواط إضافية، ودروبا يعمل ضربة جزاء على روبن، بس تشيك يشيلها، والدنيا ولعت نار. والتوتر عامل زي الكنارة في شارع ضلمة، ويوصلوا ضربات جزاء، وآخر ضربة دروجبا شايل الكورة والكل ساكت، ويسددها ويجيبها جون، وتشيلسي بطل أوروبا لأول مرة. Possibly bleak as this. دروب لعب مع تشيلسي فترتين، من 2004 لحد 2012، والفترة التانية من موسم 2014 لحد 2015 رجع عشان يختم الحكاية صح. عدد المباريات الرسمية اللي لعبها مع تشيلسي كانت 381، قدر يسجل 164 هدف رسمي، وده يخليه من أعظم هدافين تشيلسي عبر التاريخ، وعمل حوالي 80 أسيست. دروما مش بس بيجيب أجوان، ده كمان بيصنع لزمايله. خد الدوري الإنجليزي 4 مرات، في 2005 و2006 و2010 و2015، و4 كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 كأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا 2012. دروجبا مع الكوتيفوار ما كانش مجرد مهاجم، ده كان بطل قومي، رمز اتعلقت عليه أمل الشعب، وساعات كمان مصير دولة. من أول ما انضم للمنتخب في سنة 2012 دروجبا بقى الهداف الأول، كل لمسة كانت أمل، وكل تسديدة كانت بتحرك قلوب الناس، وسريعا بقى هو الكابتن واللي بيشيل الشيلة في كل بطولة. في 2005
كوت ديفوار اتأهلت لأول مرة في تاريخها في كأس العالم. دروجبا طلع قدام الكاميرا وركع وقال لهم بكل بساطة: من فضلكم حطوا السلاح وتصالحوا. بلده كانت وسط حرب أهلية مولعة، والكلام ده خلى العالم كله يقف معاه وساهموا فعليا في وقف إطلاق النار. يعني الراجل ما كانش بس بيلعب كورة، ده كان بيحارب بره الملعب عشان بلده تعيش في سلام. أرقام دروجبا مع المنتخب: لعب معاهم 105 مباراة دولية، عدد الأهداف 65 هدف، هو الهداف التاريخي للمنتخب لفترة طويلة. كأس العالم شارك معاه في 3 نسخ: 2006 و2010 و2014. وكأس الأمم الأفريقية لعب 5 نسخ ووصل للنهائي مرتين: في سنة 2006 وخسر من مصر بركلات الترجيح، وفي 2012 وخسر من زامبيا وضيع ضربة جزاء في النهائي. دروجبا فضل يطارد حلمه الفوز بدوري أبطال أفريقيا، بس البطولة فضلت تتلف من حوالين ايديه. وفي 2014 أعلن اعتزاله الدولي، وهو حس إنه محققش كل حاجة اللي بيحلم بيها لبلاده. لكن الحقيقة شعب كوت ديفوار شافه بطل حتى من غير كاس، لأن في حاجات كتير أكبر من البطولات، وفي ناس بتدخل التاريخ عشان وقفت وقت ما بلادهم كانت محتاجاهم. ونرجع نكمل مسيرة دروجبا مع الأندية. بعد ما رفع كأس دوري أبطال أوروبا في 2012 وكتب نهاية أسطورية مع تشيلسي، كانش ده دروجبا اللي نعرفه. قعد هناك شوية، لعب 11 ماتش، جاب فيهم 8 تجوان، بس حس إن الحكاية كانت ناقصة وإنه لسه عنده شغل في أوروبا. في 2013 رجع لأوروبا، بس المرة دي من بوابة جراتا سراي. الناس افتكرت إن دروجبا خلاص خلص، بس هو كان لسه عنده. وفي أول ماتش ليه قدام بشكتاش نزل وسجل هدف، وفي دوري الأبطال لعب ضد شالكة ويوفنتوس وسجل. وحتى لما واجه تشيلسي في دور ال16 كانت لحظة مؤثرة، والجمهور الإنجليزي كله وقف وسقف له وقالوا: أنت مننا حتى لو بتلعب ضدنا. الله على السجاوة القافية. مع جيلة السراي فاز بالدوري التركي وفاز بالكاس وساب بصمته هناك. وفي 2014 المفاجأة: دروجبا رجع تشيلسي، بس مش عشان الفلوس، لا، عشان مجد جديد. رجع يختم الحكاية صح ويساعد الجيل الجديد يتعلم يعني ايه يروح تشيلسي. لعب في الموسم ده 40 ماتش، سجل 7 أهداف، وكان وجوده في غرفة الملابس أهم من وجوده في الملاعب. وساعد الفريق ياخد دوري 2014 2015، وساعتها نزل الملعب ودموعه كانت مليانة عينه. وبعدها لعب موسمين في أمريكا وكندا، وفي 2018 أعلن اعتزاله وساب الملاعب وفضل في قلوب الجماهير. الراجل اللي بدأ حياته كلاجئ وخلصها كأسطورة، اللي لعب في فرنسا وإنجلترا والصين وتركيا وأمريكا، وفي كل مكان ساب بصمته. قصة دروجبا مش مجرد قصة لاعب، دي قصة راجل شاف الجحيم وقرر يكون في النور. لو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في القناة، واستناني في حكايات تانية كتير، لأن الكورة مش بس جوان، دي الكورة حياة.